كان لازم اتحاد الكوره يحسم هذا الامر قبل ان يصعد الى القضاء المصري او الى الاتحاد الدولي. يطبق لائحته بالظبط. لانه لن يستطيع ان يمنع احد. الدستور المصري يدي الجميع الحق للجوء للقضاء. استاذ محمد رشوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يا استاذ عبد الناصر، بمسي عليك وعلى كل متابعينا وعلى ضيوفك في الاستوديو. يعني حضرتك كعضو من هيئة دفاع حسين الشحات اللي بيرأسها المستشار والمحامي الشهير الأستاذ أشرف عبد العزيز، قل لنا كيف تعاملتم مع هذا الحكم ضد حسين الشحات وخطواتكم القادمة؟ خليني اقول لك الاول، طبعا كنت يعني اتمنى ابقى معاك في الاستوديو، لكن يوم مرهق جدا الحقيقه، يوم متعب جدا. الحكم ده احنا قلت عند حضرتك في الاستوديو اكتر من مره ان كل الامور متوقعه، وانه المحكمه مستقله وحكمها يعني لا سلطان عليه الا سلطان الضمير والحق والعدل. تمام. النهارده القاضي الجليل اصدر حكمه بالحبس سنه وغرامه 100,000 جنيه وتعويض 100,000 جنيه تعويض مؤقت، والحرمان من الترشح لأي مجالس إدارية في الأندية لمدة 5 سنوات، وأمر سيادته بوقف تنفيذ هذا الحكم وقفا شاملا. يبقى أول نقطة إن المحكمة الموقرة النهاردة أوقفت تنفيذ هذا الحكم. كويس؟ أوقفت هذا الحكم شاملا، يعني لا حبس ولا غرامة ولا تعويض ولا عدم ترشح ولا اي حاجه خالص. الايقاف ايقاف شامل. تمام. طب ايه لازمته؟ وخليني اشرح لك واشرح للراي العام، لان في نقط مهمه الناس بتحب تعرفها. يعني ايه ايقاف شامل وايه سببه؟ تمام. طب يبقى لما هو عمل كده امال اداله حكم ليه؟ بالظبط. تمام. كويس؟ لا، الايقاف ده سؤال وجيه اساله لنفسك. سلطه جوازيه للمحكمه. المحكمه في القضيه دي يا استاذ عبد الناصر، خد بالك من اللي هقوله لان هقول كلام مهم جدا. المحكمه رأت ان سلوك حسين الشحات في الاعتراف بالخطأ في تحقيقات النيابه العامه لما حضر وقال ايوه وقمت بالتعدي، ودي رساله بوجهها للناس ان انا قدام لاعب او اجراء قانوني او متهم بالشكل او مشكو في حقه، اعترف. ركز معايا في اللي بقوله. اعترف بانه كذب واخطأ واعتذر. فالمحكمة رأت انه هذا السلوك سلوك منضبط لا يصدر من مجرم. فقامت قدرت هذا الامر وقالت انه وفقا لسلوك المتهم، وفقا ل يعني انه راجل ناصع مالوش سوابق، ما عندوش مشكله قبل كده، تاريخه محترم، لاعب منتخب مصر ولاعب النادي الاهلي، فاذا يعني يحق للمحكمه او تستخدم سلطتها الجوازيه في ايقاف تنفيذ هذا العقوبه. ادي الجزء الاولاني. يبقى ايه؟ يبقى النهارده لما اكون قدام راجل معترف ويبقى النهارده المحكمه تصدر حكم على الايقاف، يبقى ده انتصار حقيقي لفريق الدفاع. تمام. ادي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه انه يحق لحسين الشحات ان يطعن على هذا الحكم خلال 10 ايام من تاريخه. تمام. وده اللي احنا هنعمله يوم الاحد الجاي ان شاء الله او يوم الاثنين بالتنسيق مع كل اعضاء فريق الدفاع. تمام. طيب بمجرد الطعن بالاستئناف حتى لو ما كانش الحكم مع الايقاف هيتوقف. تمام. لان الطعن بالاستئناف في حد ذاته هيوقف الحكم. تمام. ثم محكمه الاستئناف تحدد جلسه بقى في يوليو او في اغسطس او في سبتمبر، تنظر الدعوه من اول وجديد. وليس بشرط حضور حسين، بما ان الحكم الصادر من محكمه اول درجه مع الايقاف، وهنا اول تاثير، يبقى حسين لن يحضر الاستئناف. تمام. كويس. طيب المحكمه في الاستئناف امامها 3 امور. اتفضل. اما تأييد الحكم زي ما هو، تمام، او تخفيفه زي مثلا يشيل الحبس ويخلي الغرامه، او الغائه بالكامل. لكن ليس هناك اعتبار للمحامي الشيبي انهم يطالبوا بالتغليظ او التنفيذ. بص يا فندم، لا يحق للشيبي الاستئناف على الشق الجنائي.
كل ما يحق له هو الاستئناف على عسر التعويض. يعني موضوع السنه ما يبقاش سنه ويوم. كل اللي يملكه المبني عليه او المدعي بالحق المدني هو اسمه كده في القضاء الجنائي. خليني اقول لك اسمه كده في القضاء الجنائي عشان هنيجي الفرق مهم لما نتكلم على اتحاد الكوره، ولما نتكلم عن العقوبات هيبقى في فرق مهم قوي، فانا بفكرك بدي. في القضاء الجنائي اسمه مدعي بالحق المدني. شاكي مدعي بالحق المدني لا يحق له انه يطعن في الحبس، لكن يطعن في التعويض. راجل عايز 200 عايز 300 عايز مليون تمام. لكن الجزء بتاع العقوبات الحبس والغرامه ملوش علاقه بيه. طيب انتوا هتعملوا ده يوم الاحد؟ يوم الاحد ان شاء الله. ولن يعيق ذلك حسين لا لاعب ولا لعبوا مع النادي الاهلي ولا ليه علاقه بالموضوع؟ يا سيدي الفاضل حسين موجود في اجازه بيصيف هو واسرته. ربنا يسعد ايامه، هيرجع على التدريبات عادي. تعرف ان الاجازه كل لعيبه النادي الاهلي بعد الحصول على البطوله الافريقيه والاداريين اجازه 8 ايام هيرجع على تدريباته عادي، يمارس اللعب عادي جدا. تمام. مفيش اي ايقاف على حسين الشحات سواء محليا او مع المنتخب، قولا واحدا. طيب هل هناك موقف ستتخذوه ضد محمد الشيبي على المستوى الدولي او مستوى اتحاد الكره داخل مصر؟ معلش انا ما سمعتش اخر جمله. على مستوى بقول لك هل في موقف هتاخدوه ضد محمد الشيبي على المستوى اللائحي بقى اتحاد الكره او الاتحاد الدولي؟ ما خليني اقول لحضرتك بقى، انا قلت لك بفكرك ان ده مدعي بالحق المدني. النهارده بعد ما الحكم صدر وبعد ما اعلنا ان احنا نستأنف، فوجئنا باتحاد الكوره بيصدر قرار بعقاب الشيبي ايقاف 6 مباريات. تمام. والغرامه 100,000 جنيه كلنا استعرضناها وسيادتك استعرضته. 100,000 جنيه غرامه. حضرتك تفتكر يا استاذ عبد الناصر بعد اذنك واحنا في الاستوديو عندك لما طلعنا الجواب بتاع 4 يناير وشرحناه على السبوره، حضرتك شرحته وقلت ان اتحاد الكوره قال ان الشيبي قد خالف. صح. السؤال بقى من عند 4 يناير وانت بتقول خالف، انت عطلت الامور كل ده ليه لحد النهارده؟ وانتظرت ليه حكم المحكمه؟ ده سؤال. تمام. السؤال الثاني، انت مش طلعت في تصريحات اعلاميه قلت انا ماليش علاقه بالموضوع واحلت لجنه الانضباط؟ تمام. السؤال الثالث، انت النهارده بتظهر ان المساله فيها موائمه مستني الحكم ثم بتصدر قرار. لا، خليني اقول لك على عده نقط في دي بقى اللي حضرتك سالته. اتفضل. اولا، والاستاذ عبد الفتاح حسن سال كمان نفس الاسئله. المعلومات اللي عندي ودي معلومات مؤكده ان النادي الاهلي سيتحرك في اتجاه الطعن على هذه القرارات امام لجنه الاستئناف لتنفيذ القانون وزياده العقوبه الموقعه على اللاعب محمد الشيبي. العقوبه بتقول ايه بقى في تنفيذ اللائحه الداخليه اللي هي قانون اتحاد الكوره؟ ما هياش محدده بشكل معين، لكن الحد الاقصى بتاعها 24 شهر. تقديريه من مباراتين ل 24 شهر. 24 شهر حد اقصى. حضرتك ما قلت السنه ليه؟ ليه؟ لكن انا من حقي، انا بتكلم على النادي الاهلي، من حقه انه يطلب زياده العقوبه. ليه بقى؟ لانه في نقطه ثانيه، لانه لازم يلجا للجنه الاستئناف قبل ما يصعد للفيفا اذا كان قد يقرر التصعيد للفيفا. لازم يستنفذ اعتقد الاهلي لن يصعد لان الفيفا بعت قراره ولن يتراجع فيه، انه امر داخلي. لا يا فندم. لا عفوا. الفيفا بعت قراره، وانا هقول لك معلومه هنا. الفيفا بعت قراره لما اتحاد الكوره سالوا هل يحق للاعب انه يلجا. دي مهمه جدا يا جماعه. شأن داخلي. وافتكر حضرتك في الاستوديو بتاعك وهات الاعداد يجيب الحلقات لما قلنا ان في سطر ناقص ما اتقال للناس هو مع تطبيق اللوائح اللي هي اتطبقت النهارده. يعني ممكن الاتحاد الدولي يتدخل بعد صدور عقوبه من المحكمه؟ الاتحاد الدولي كان ارسل للاهلي خد المفاجاه دي ولا لك على الهوا. الاهلي منذ 15 يوم
ارسل الاتحاد الدولي عن طريق المحامي المكسيكي مونتيري ايه الامر، زي بياخد رايه، بيستطلع رايه في انه امر مخالفه الشيبي، وبعت للاتحاد الدولي ما يفيد انه ارسل لاتحاد الكره خطاب واثنين وثلاثه وانه لم ياتيه الرد. الاتحاد الدولي رد عليه قال له التدخل المعني هو صدور حكم القضاء، لما يصدر الحكم اتفضل تعالى. دي مفاجأة بقى. يعني الاتحاد الاهلي كان بيخاطب الاتحاد دون الاعلان الدولي، واللي من خلال الاتحاد الاهلي خاطب الاتحاد الدولي منذ 15 يوم، بقول لك معلومه، وقال له ان انا ارسلت جواب واثنين وثلاثه افتنا في هذا. قال له ان التدخل اللي حضرتك بتتكلم عليه لما يصدر حكم تعالى لنا بحبس او بغرامه من قضاء جنائي تعالى لنا. وده يفسر لك يا استاذ عبد الناصر وضيوفك المحترمين، يفسر لك سرعه رد فعل اتحاد الكوره. ليه خد قرار النهارده؟ الكوره طلع بسرعه، عمل اجتماع طارئ واصدر عقوبه. ليه؟ عشان يقطع الطريق على اللجوء للاتحاد الدولي. عشان يبقى انت لازم تستأنف هنا الاول، او عشان حتى لما يتبعت له من الاتحاد الدولي ماذا فعلت كاتحاد اقليمي في هذا الامر، يقول له انا خدت عقوبه ضد اللاعب بايقاف. طب يبدو انكم انتم منسقين كمحامين الشحات مع النادي الاهلي. الاهلي ينتظر الحيثيات لاتخاذ قرار، ولكن ما وصلني وده انفراد للبرنامج ان في تواصل مفاجئ حصل من بعد الساعه 5 ما بين مسؤولين من بيراميدز يطلبوا الوساطه مع الكابتن محمود الخطيب، وان كان ذلك متاخرا. هل ده صحيح؟ ازيدك من الشعر بيت. الوساطه والاتصالات من بعد الحكم من الساعه 3 العصر. وكانت مع محمد الشحات شقيق الكابتن حسين الشحات. وحضرتك عارف وانا قلت لك قبل كده وفي البرنامج قلت لك ان حصل قبل الحكم وفي الايام السابقه يعني نوع من انواع المفاوضات والجلسات بتدخل من رضا سليم ولاعيبي النادي الاهلي ومحمد الشناوي كويس، وشيكابالا حتى اعلن مع ابراهيم فايق. مظبوط. وحصل اكتر من طلب، خد بالك من اللي هقوله لك ده، اكتر من طلب لعقد جلسات ويوافق عليها محمد الشيبي، ثم في اللحظه الاخيره يعتذر. او الناس تقعد وهو ما يجيش، زي ما انت بتدور على محامي كده. فاكر لما كنت سعادتك بتدور وكنت بتقول هو فين، وقلت لك انا على الهوا لو تفتكر قلت لك في بيانات كاذبه وفي حاجات بتتبعت للاعلام مش مظبوطه، وانت كنت بتدور انت والزملاء الاعلاميين مش لاقيين حد تكلموه. صح، وحتى الان مش لاقيين حد. نفس الفكره، نكلم الناس والشيبي وما يجيش يقعد اكتر من 3 مرات. فالنهارده بعد الحكم تواصل بعض المقربين من الشيبي مع النادي الاهلي ومع حسين على اعتبار انه بما ان الحكم صدر فيعني نلم المواضيع. الا ان انا بقول لحضرتك وده اللي بقوله لك النهارده، ما نعرفش بكره في ايه، لكن النهارده رفض حسين الشحات كل محاولات الوساطه للتصالح معاه. طيب اخيرا يا استاذ محمد، هل هناك بعض الامور القانونيه الاخرى اللي هتتخذوها بعد صدور هذا الحكم؟ عايز اقول الامور القانونيه، عايز اقول نقطه مهمه جدا. اتفضل. صدور القرار النهارده من اتحاد الكوره بعقاب الشيبي هنقدر ناخده كمستند امام محكمه الاستئناف يقوي الدفع بتاعنا بتاع عدم الدستوريه وبتاع عدم الاختصاص. تمام. لان احنا النهارده عندنا مستند صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم بيقول ان اللاعب قد خالف اللوائح وقد طبق عليه عقوبه. تمام. يبقى اذا هذا قول فصل في مساله الاختصاص. انا متوقع ان المحكمه الموقره ستنظر الى هذا الامر بعنايه شديده وممكن تخفض العقوبه، لكن انا بقول لك انه لسه كمان في اجراء ثاني الا وهو محكمه النقض، وهي اعلى محكمه مصريه 11 مستشار محترمين، وهي محكمه قانون. يعني ايه محكمه قانون؟ يعني هي اللي هتقول لنا بقى هل هذا الامر امر رياضي ولا امر قضائي، ستحسم نهائيا، واعتقد ستعيد الامور لمجراها الطبيعي. ولكن ده درس كلنا لازم نتعلمه، ان اتحاد الكوره كان لازم يتصدى لهذا الامر من بدري ويحسمه من بدري. ده نتيجه الموائمات ونتيجه تفوت علينا بكره يا سيد ربنا يسهل والجواب في الدرج. لكن الاتحاد الدولي ما عندوش الكلام ده،
ولا القضاء المصري عنده الكلام ده. نهايته الله اعلم بكره في ايه. كل الامور مطروحه، الصلح مطروح، قد يوجد في احيان القضاء له سلطانه، ممكن يتغير الحكم يتعدل. تمام. هنشوف اللي جاي ايه، لكن احنا جاهزين لكل السيناريوهات. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد رشوان، عضو هيئة الدفاع عن حسين الشحات في قضيته المرفوعة من لاعب بيراميدز محمد الشيبي، والتي صدر بها ظهر الخميس حكما قضائيا في 30 مايو 2024 بحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100,000 جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتعويض على سبيل الحق المدني 100,000 جنيه مع إيقاف التنفيذ، وحرمان من المشاركة في هيئة الرياضية لمدة 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ. شكرا جزيلا أستاذ محمد رشوان.